بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض البكاكين الفلاحي او القراقيش. طبعا معايا الفيديو للاخر وانت هتستفادي. اول حاجه عندي انا هحط اللبن على النار يسخن، والسمنه هحطها على النار تسخن. انا هعمل معاكم النهارده حوالي 6 كيلو من الدقيق. كل كيلو دقيق بياخد نص كيلو من اللبن. انا هعمل معاكم النهارده 6 كيلو، هياخدوا 3 كيلو لبن، وهياخدوا 3/4 كيلو سمنة. السمنة انت هتقسمي الكيلو بتاعي، انا بعمله 3 مرات. دي شوية مية صغيرين هحط عليهم الخميرة، وهحط عليهم حوالي 3 معالق من السكر. السكر بينشط الخميرة، وبعد كده بيخلي الوش، بيساعد على الوش يكون احمر والقاع. ده سمسم، انا احط شوية سمسم. لو انت مش حابة السمسم ممكن تستغنى عنه. السمنه بتاعتي انا عايزاها سخنه جامد. اهم حاجه في الشتاء، احنا حاليا في الشتاء، انا بحب السمنه تكون سخنه، واللبن، السمنه واللبن يكونوا سخنين علشان ما يغيبوش في الخمير وما يتلجوش معاكي في العمايل ويغيبوا في الخمير. اللبن انا مسخناه، بس تجربي انت بايدك وتكون ايدك مستحمله اللبن والسمنه عشان الخميره بتاعتك ما تبص. جربيه، لو انت صباعك استحمل السمنه واللبن هتحطي انت الخميره. لو لقيت اللبن والسمنه سخنين جامد، حطي شويه لبن باردين. بعد كده انت انزلي عليهم بالخميره، وهتقلبيهم في بعض، وبتسيبي انت شويه لبن على جنب. لو العجين احتاج معاكي لبن حطيلهم، ولو ما احتاجش انت بتلفيه على كده وبتستكفي على كده. الكميه ديت انا عاملاها وبعبيها انا في الفريزر، وبحطها انا عندي في الفريزر في الاكياس. العجين بتاعي انا مش عايزاه طري ومش عايزاه يكون بيتلزق زي ما انت شايفه. يا ريت اشتراك للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اهم حاجه في العجين ما يكونش اللبن والسمنه ساقعين، اهم حاجه يكونوا سخنين. ده المقاس بتاعي. سيبيهم شويه يرتاحوا، حوالي ربع ساعه او 10 دقايق علشان الخميره تتفاعل معاهم. دي التبطيطه بتاعتها اهي. ما ترهفهمش جامد علشان ما يبوظوش معاكي. ده الحجم بتاعه اهو. ده كده شكل البكاكيك بعد ما خلص. هغطي عليهم واسيبهم يخمروا، وبعد كده انت بتجربي واحده. ما تسخنهاش وانت بتخبزيها في الاول علشان تعرفي الخمير بتاعهم مظبوط ولا ايه. بتشغلي الفرن وتظبطي الجوانب، وبتظبطي القاع بتاعه زي ما انت شايفه. البكاكين اهيت مستويه، ادي الوش بتاعهم اهو، وادي القاع. في الصيف انت بتسخني السمنه تسخينه بسيطه، واللبن بيكون بارد عشان ما يبوظش معاكي. ده كده الشكل النهائي. بغطي عليهم وبسيبهم لما يبردوا شويه، وبعد كده انت بتعبيهم. لو حابه انت تعبيهم وهم لسه طالعين من الفرن علشان ما ينشفوش معاكي، بتعبيهم على طول. وبعد كده انت بتفضي الكيس تاني، تقلبيه وبعدين تعبيهم تاني عشان الكيس بيعرق معاكي. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.